المكدوس ع أصوله هيك بينعمل. أخدت باذنجان حمصي، قطعت راس الباذنجانة وحطيتن بطنجرة بمي باردة ورفعتن على نار عالية بهذا الشكل. بعد ما تغلي الطنجرة 10 دقايق برفع الباذنجان وبحطه بمي باردة متلجة. خطوة التبريد كتير مهمة. بعدين بشيل تاج الباذنجانة وبعمل شق بالسكين وبحشي كل باذنجانة بمعلقة صغيرة، يعني معلقة الشاي ملح صخري، وهيك لحتى تخلص كل الكمية. بعدين كل واحد حر كيف بحب يرص الباذنجان، ممكن تحطوهم بهذا الشكل ضمن قماشة وتحطوا له تقل، أو تحطوهم بمصفاية وتحطوا فوقن صينية وكمان تحطوا له تقل. ولازم تقلبوه كل يوم لحتى ينكبس منيح وما يضل فيه ولا نقطة مي. أنا تقلته بجرة غاز وأخد معي 3 أيام تحت التقل. بالنسبة للحشوة أخدت فلافلة بلدية، فينكن تحطوا فلافلة حرة حسب الرغبة، وبعصرها بقماشة وبحطلها تقل لحتى تنشف الفلافلة من المي كتير كتير منيح. ما لازم يضل مي لا بالفلافلة ولا بالباذنجان. بحط عليهم جوز مفروم، والجوز حسب الرغبة، وبحط سنين توم، كمان التوم حسب الرغبة، ودبس فلافلة ونزلت لكم طريقته من قبل. وحطوا شوية ملح، بس لازم تذوقوا الحشوة لحتى ما يطلع المكدوس تبعكن مالح. شوفوا لي هالحشوة تبارك الله بتفتح النفس، عن جد بتاخد العقل، ريحتها غير شكل. هلأ الباذنجان شوفوا كيف صار من الرص، خلص ما ضل فيه ولا نقطة مي. أخد تقريبا معي 3 أيام تحت التقل. بعبيه بالحشوة وهيك صاروا جاهزين للكبس. بالنسبة للزيت أنا بحب أخلط زيت زيتون مع زيت مازولا، فينكم تحطوا مازولا بس أو زيتون بس. وهيك حطيتهم بالقطرميزو، حطيت عليهم الزيت، وبعد أسبوع بتقدروا تاكلوا منه. هاي النتيجة بعد 5 أيام بس، ما عاد أقدر استنى. شوفوا لونه صار ما شاء الله بياخد العقل، والطعم ولا أطيب من هيك. زينوا في سفرة فطوركن وادعولي. مكدوساتي طلعوا بشهوا القلب، طعم ولون وشكل أحلى من بعض. ولا تنسوا كاسة الشاي جنب صحن المكدوس، هاي طقوس سورية ما بنستغني عنها أبدا. ومثل العادة لا تنسوا لي اللايك للفيديو.